بيك وحمد لله على السلامة وألف سلامة ليك. الله يسلم حضرتك. ويعني قدر ولطف. الحمد لله. هو طبعا السويس مدينة مظلومة منذ 52، وسبب ظلمها يرتبط بتركيبتها السكانية وارتباطها بمجموعة من الناس الشرفاء العاملين الجادين اللي احنا بنقول عليهم دايما أهل الصعيد، اللي هم شايلين مصر، واللي هم ربنا سبحانه وتعالى اداهم كلمة الصعيد التي تدل على أنهم أكثر منا صعودا، أنهم في السلم الأعلى. ثم جاء الإسلام وجاءت تسمية شريفة أخرى لأهل الصعيد حين سموا أنهم أهل إبلي، أي أنهم نسبة إلى القبلة. فالصعيد كرم قبل الإسلام وكرم بعد الإسلام وعذب في السنوات الثلاث الماضية، ومع الصعيد عذبت السويس. السويس ذهبت إليها عام 2010، كنت في العين السخنة في أحد المؤتمرات الطبية، وفكرت في أن أمر بالسويس التي لم أمر بها منذ زمن طويل. خرجت من السويس غير قادر على قيادة السيارة من البكاء الذي انتابني للإهمال الذي حاق بالسويس والظلم الذي حاق بالسويس. تلوث للبيئة من جميع النواحي وليس هناك اهتمام بعامل واحد. السوق الكبير سوق السمك ليس فيه سمكة واحدة حية، وإنما يعيش على ما هو مستورد. أما سمك السويس فيصدر لغير السويس، خيرها لغيرها. مدينة مظلومة بكل معاني الكلمة. ومما يروى من الأساطير أن إحدى العرافات تنبأت للرئيس مبارك بأن نهاية نظامه ستكون من السويس، ولهذا كان يكره السويس ولم يقدم على زيارة السويس. وبتقول ان هي ظلمت من عهد عبد الناصر كمان، مع ان عبد من أول الناصر الثورة كان يشيد كثيرا بالسويس. يعني أحيانا تجد أنه في التاريخ أنه يكتفى للإنسان أو يكتفى للمدينة أو يكتفى للتيار بالإشادة به. كانت ابنة وزير الثقافة الفرنسي الشهير أندري مارلو تقول إن ظلم الثقافة في فرنسا حدث بأن عين والدها وزيرا للثقافة ثم لا شيء بعد ذلك. يعني اكتفوا من أنه يهتموا بالثقافة بأنه عينوا مثقف عظيم زي أندري مارلو وزيرا للثقافة ثم اكتفوا بذلك. فكذلك السويس يكفيها أن يقال إن عيد السويس 24. الغريب أن السويس قامت بما لم يقم به الجيش المصري، وقامت بما لم تقم به الحكومة المصرية. كان محافظ السويس عليه رحمة الله اللواء محمد بدوي الخولي على وشك أن يسلمها في حرب أكتوبر، لأن الظروف كانت ليس عيبا أن تسلم المدن لتحافظ عليها بدلا من أن تدمر. ولكن المقاومة الشعبية بقيادة هذا الرجل العظيم الشيخ حافظ سلامة الوفد القديم هي التي حفظت السويس. شعب السويس لم يسجل لشعب السويس عبقريته ولا بطولته إلا المؤرخون الإسرائيليون الجدد. كتبوا كل التفصيلات التي قام بها أهل السويس في 73 وهي تفصيلات مذهلة. صحيح، ولولا ذلك كان الطريق إلى القاهرة مفتوحا أمام الإسرائيليين. هو مفتوح من زمان في كل الحروب تقريبا. هو مفتوح على الدوام. لكن معنى انه السويس هي التي صمدت في 25 يناير، يعني الناس خرجت في 25 يناير في القاهرة وبعض المحافظات، خلاص الشرطة قدرت عليهم فرقتهم، لكن ظلت السويس تقدم شهداء في 26 و27 إلى أن جاء يوم 28 يناير الذي كان اليوم الحاسم في ثورة 25 يناير. ده حقيقي. ليه؟ اشمعنى السويس؟ ما هو لأنه زي ما بحكي لحضرتك الإحساس بالظلم. الظلم يعني يقال في التاريخ إن الظلم وحده غير كاف لقيام الثورات، وإنما الإحساس بالظلم هو الذي يحرك الثورة. وده نفس اللي حصل في بنغازي ليبيا، البصرة العراق، كل الأماكن المهمشة التي تهمش عن قصد، مع أنها مصدر الثورة ومصدر الثروة ومصدر الخير ومصدر الجمال ومصدر الحق ومصدر كل شيء. طب حلوان دلوقتي هل هي السويس في 25 يناير؟ هي السويس. حلوان هي السويس. مش مهمشة حلوان. لا بالعكس، حلوان كان زمان فيها الحديد والصلب وفيها، ما هو دي سر نكبتها. كان زمان يقال للمريض اذهب إلى حلوان تجد ايه؟
تجد دواءك، تجد علاجك. مم. كان يذهب لحلوان، كانت تأتي لها الوفود من جميع أنحاء العالم. وكانت كبرتاج المدينة المفضلة للخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز يعني حينما هي، كان أميرا في مصر. لا ده والده اللي كان أمير في مصر. يعني هو كان ابن الأمير، يعني كان من هو من شوف، بيت الحاكم. هو الروايات في كتب التاريخ طبعا، بعض الروايات تقول أنه ولد في حلوان، وبعضها يعني يستكثر هذا الشرف على مصر. ولكن لو صح هذا، وهو في الغالب صحيح، فإنه الناس اللي بيقولوا إنه ما جاش حاكم في الإسلام من مصر، أهو الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز من مصر، لأنه من مواليد حلوان، يعني بطريقة الجنسية وبطريقة التربية وبطريقة النشأة، فهو من. طيب، يلاحظ أنه الصعيد اللي حضرتك بدأت الحديث به كان بعيد عن كل الحركات الثورية تقريبا في ال60 سنة الماضية. شوف، هو لا ما كانش بعيد، لكن الآن هو الصعيد في مجمله رافض للانقلاب العسكري. طب شوف، هو مش بعيد عن الحركات، هو بعيد عن الإعلام. نفس الحكمة اللي أنا قلتها من شوية في الشعور بالظلم هو اللي يحرك الثورات، مش الظلم نفسه. برضو الإعلام بالحراك الثوري أو بالحراك الثوري أو بالثورة هو اللي بيبين الثورة، مش الثورة نفسها. فطبعا ده كان مقصود أنه يظل الصعيد بعيدا، ولذلك كان الصعيد يصور في الخريطة المصرية أو ما يسمى الأجندة السياحية المصرية على أنه البؤرتين الأقصر وأسوان، ويلغى الباقي، مع أن آثار المنيا لا تقل أهمية، مع أن الفيوم لا تقل أهمية، مع كل آثار إخناتون معظمها في المنيا. طيب عمر سنعود إليك مرة أخرى لنعرف أهم ما يشغل بال متابعي الفيسبوك وتويتر أيضا. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الجوادي. يعني في 25 يناير كان تحس أنه فيه سباق بين الأحياء. هل هذا يعني سباق في إيه؟ سباق في حفظ الأمن، في القبض على البلطجية، في اللجان الشعبية. هل هذه روح 25 يناير اللي هي في ال 18 يوم اللي وصفها البعض بأنها أفضل 18 يوم عدوا على مصر، هل يمكن أن تعود مرة أخرى؟ طبعا ستعود، وهي عائدة الآن، لأنه في الفترة الأولى لم يكن هناك تحدي للخير، لم يكن الشر قائما جدارا صلبا محاربا، وإنما كان هناك فراغ يستطيع أن يتحدث فيه ويتحدى الخير فيه وجود الشر. أما الآن فإن الشر يحيط بالخير من كل جانب، ومع هذا فإن الخير يبزغ بقوة، وتدل على صلابة هذا الشعب الذي لم يوجد في العالم كله مثله في الصلابة. والحديث عن أنه إلغاء ثورة 25 يناير ومحاولة إجهاض كل ما يدل على 25 يناير أو تغيير الطابع، يعني أن أنت تاخد ميدان التحرير بعد أن كان ميدان الساجدين وميدان الوحدة الوطنية يصبح ميدان الراقصين وميدان الفتنة الطائفية، أن تحول كل شيء إلى عكسه في 25 يناير. ده ليس غريبا على أي تزييف يحدث للتاريخ، لأن احنا عارفين أنه 52 ثورة 52 كان مثلها الأعلى هو رمسيس الثاني اللي زيف كل التاريخ اللي قبله، لدرجة انت عارف هم جابوا تمثال رمسيس الثاني من متر هنا حطوه في ميدان محطة مصر اللي هو ميدان رمسيس ده عشان يبقى رمز المرحلة، وشالوه تاني. ما هو شالوه تاني بعدما بفعل عوامل الزمن، لما جاءت نور الحقيقة، لما ظهر نور الجزيرة، لما ظهر الإعلام الجديد، انكشف كل شيء، فكان لابد أن يتوارى. عايز تقول ان المصريين واخدين على تزوير التاريخ يعني؟ ولا حكامهم الحكام بيعملوا كده. لكن المصريين لا يكتبون تاريخا مزورا، ولا يقرون تاريخا مزورا، ولا يروون تاريخا مزورا، ولا يؤمنون بمزور ولا بمزور. طيب نعود إلى السويس. يعني السويس تلقب ببلد الغريب، التسمية دي جت منين؟ سيدي الغريب. مين سيدي الغريب بقى؟ واحد جاء للسويس فسمي سيدي الغريب. شوف انت عارف من ضمن التاريخ الاجتماعي لمصر اللي محدش يعرفه انه اللي انشأ مصايف مصر كلها هم الطرق الصوفية. يعني راس البر دي جت من انه الناس كانوا يروحوا يزوروا سيدي الجربي اللي راح قعد على شاطئ النيل في طرف فرع دمياط ثم مات ودفن هناك. فالصوفية اكتشفوا راس البر بهذه الطريقة.
سيدي أباري، كل المصايب بهذه الطريقة. نفس القصة دي في المزارات والمقابر اللي وجدت في المدن الكبيرة كلها. فإن لم يكن الرجل من أهل البلدة فكانوا يسمونه بوصف يتعلق بسجوده، بعبادته، بانقطاعه، بصيامه، بأنه غريب وهكذا. ده يدل على أن يعني كم يحظى الدين الحقيقي في وجدان هذا الشعب بالمكانة التي تجعله ينسب كل شيء إليه. حتى إنك إذا فتحت القاموس الجغرافي للبلاد المصرية بتاع أستاذنا محمد رمزي، فإنك تستطيع أن تجد أنه تخليد العلماء والمفكرين والفنانين والكتاب والمؤرخين وحفظة القرآن ورواة الحديث يأخذ مكانا كبيرا جدا في مصر لا يأخذه في أي مكان آخر. هل برضو حكاية بلد الغريب ان هي كمدينة جديدة كانت يتوافد عليها الناس من كل بقاع مصر؟ هي من المدن الجديدة. لا 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 لا، هي السويس أصلا هي موجودة من قبل الإسلام، اللي هي القلزم وبحر القلزم وقناة أمير المؤمنين، وقصة لها قصص طويلة في التاريخ الجغرافي. لكن الحاجة العظيمة اللي فيها إن هي بقت منفذ مصر إلى الحج. مش منفذ مصر بقى، منفذ إفريقيا كلها إلى الحج. لأنه لم يكن هناك حج. وفي أنا أشرفت على رسالة كانت بتحقق رحلة لواحد الزبائن، فالرسالة دي المسار بتاعها بيبين المسارات الأخرى. فالسويس دي كانت نقطة لابد يمر بها كل من يذهب إلى الحج. الألطف من هذا إنه تاني خط سكة حديد في العالم بعد خط الحديد الأولاني اللي في إنجلترا كان هو خط سكة حديد القاهرة السويس، مش القاهرة اسكندرية كما قد وهو تاني بلد في العالم أصلا دخلت فيها السكة بس هو لما دخل في مصر مش القاهرة اسكندرية وإنما القاهرة السويس. ولما كانت السويس مشاهدينا الكرام في نفوس المصريين، ننوه مشاهدينا لأن قناة الجزيرة مباشر مصر سوف تبث فيلما وثائقيا بعنوان ثورة الغريب. سيبث الفيلم غدا وهو من إنتاج الجزيرة الوثائقية، ويتحدث عن الأحداث التي شهدتها السويس خلال ثورة يناير. أعود مرة أخرى إلى عمر. عمر، هل من جديد في مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم، جاني بعض التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نستعرض بعضها. جاءنا من ولاء تقول: أول شهيد ارتقى في السويس ليكون أول نقطة تروي الثورة، وما زالت الثورة متعطشة لدمائنا فلنسقيها جميعا حتى تنتصر. أرسل إلينا أيضا أحمد نور الدين يقول أن الثورة شرارتها في السويس. أرسل لنا حازم يقول أن السويس هي بلد الأبطال ورمز للصمود. أرسل لنا أيضا محمد عبد اللطيف يقول السويس أساس المقاومة والصمود. أعتقد أن جميع الآراء تتحدث عن أن السويس هي مركز الصمود والثورة في مصر. إليك مرة أخرى. طيب دكتور محمد الجوادي، أنت شايف الحراك اللي موجود في الشارع الآن في مصر إلى أين هو ذاهب؟ يعني هل لأنه في البعض يقول إنه خلاص الجيش سيطر والدولة القديمة سيطرت بشكل أو بآخر، وإنه اللي موجود في الشارع دوت دي الرفصة الأخيرة للإخوان المسلمين. لو كانت الدولة القديمة قد سيطرت، لو كان الجيش قد سيطر، لو كان الانقلاب قد سيطر، ما كان قتل اليوم من قتل. يعني اللي بيسيطر خلاص مش محتاج يقتل ده كله، مش محتاج العنف ده كله، مش محتاج التحدي ده كله. لو أنه انتصر وسيطر ما يعملش ده. بس يعني أنت تعرف تحكم على الإنسان من أفعاله. يعني أنا مريض، كح، حرارتي ده يدل إن أنا مريض، مش قادر، نفسي بيتقطع، ده مريض. لكن السليم نفسه ما بيتقطعش، ما بيكحش، حرارته مش عالية، نبضه مش سريع، وهكذا. فالظواهر النهاردة بتقول إنه لا، إنه الانقلابيين في مأزق شديد جدا، وإن هم دلوقتي رغم إن خدوا 98% بأرقامهم، هم خدوا 98%، إلا أن إحساسهم إنه هم ال 98% مش معاهم، ده اللي معاهم هم ال 2%. هي نفس المعادلة اللي أنا قلتها مبكرا، بيعملوا لها زي أنت عارف النيجاتيف والبوزيتيف، عفريتتها. يعني كان الأستاذ محمود مراد يقول لي اشمعنى 98 خليها 96 ولا 97؟ طيب يقول لهم هم بقى اشمعنى 98 خليها 96 97؟
فهم بيعملوا عكس اللي انا بقوله على طول. بس حضرتك هم بيعدوا اصوات حسب ما طلع معاهم بقى. حسب ما طلع معاهم بقى، انا ما بعدش. طب انت شايف يعني انه يعني لانه في كتير من الناس بيقول لك انه كانوا بيقولوا انه 25 يناير ده هو النهايه بالنسبه للانقلاب العسكري والسلطه والحاكمه وما شابه ذلك. لا شوف، هو مصر يعني زي ما بيقولوا مصر حبلى بالثوره. فالثوره دايما، الثوره اذا كانت انسان يبقى من 7 ل 9 شهور. بس احنا عايزين الثوره ضد الانقلاب تيجي تطلع جنين ناضج مش ابن 7. بس الثوره الفرنسيه على ما تشكلت اخذت يعني على الاقل 10 سنين. لكن المرحله الاولى منها كانت في فتره 7 9 شهور. وجا برضه جنرال وكده، بس كان جنرال منتصر، يعني انتصر، يعني دوخ اوروبا ودوخ العالم كله، اللي هو نابليون بونابرت. يعني وجوه المقارنه صعبه جدا. صعبه طبعا. لكن الحقيقه انه يعني بشائر النصر واضحه، بشائر النصر واضحه قوي 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 لمن يستخدم عينيه. اما من يستخدم اذنيه في الرؤيه فانه لن يرى الا ما يراه او ما يقوله مذيع الاعلام المصري. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الجوادي، الكاتب والمفكر السياسي، شكرا جزيلا لك.